السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا هنتكلم فيما هو أعمق وأشمل بالنسبة للهوية المصرية والشخصية المصرية، بعيدا عن كرة القدم تماما. يعني الفيديو هخصصه بس لما تم تداوله في الأسبوع الماضي أو آخر 3-4 أيام بالنسبة لبعض الأمور الفنية. وإذا كنا بنتكلم عن الرياضة بننتقد سلبيات الرياضة ونقول إيجابيات الرياضة، فلازم نتكلم على سلبيات الفن وسلبيات الحفلات اللي بتتم في التوقيت الحالي في الساحل الشمالي، واللي منها طمس الهوية المصرية والشخصية المصرية كمان، والبيت المصري والأسرة والتربية والدين اللي تربينا عليه هنا، ديانتنا كلنا، يعني بكل الأديان السماوية. وبالتالي لما نيجي نتكلم على ما حدث، يمكن أنا كنت كتبت على إكس واتكلمت على إكس على موضوع حفلة راغب علامة، وقلت مش عارف إذا كانت حفلة راغب علامة دي حقيقية ولا ذكاء اصطناعي، ونالت استحسان ناس كتير جدا، وعملت رد فعل كبير بالنسبة كتير جدا جدا من الناس الموجودين على صفحاتي الشخصية. واتكلمت تاني كمان، قلت طبعا ان بعد ايقاف راغب علامة ان المفروض يتم التحقيق مع ساندي كممثلة من الدكتور اشرف زكي، لانها كانت موجودة على المسرح برقصات ساخنة ولبس ساخن. حتى في بعض اعلامية انا مش مفاكر مين هي يا رب، فاتمنى كمان من نقابة الاعلاميين ان يتم التحقيق منها الاعلامية اللي كانت موجودة على الستيج، لان طبعا الموضوع مش موضوع راغب بس، ولا موضوع ان راغب كان موجود على الستيج ومجموعة بنات طلعوا. لا، دي لازم يكون فيها حفاظ على الفن المصري او الاراضي المصرية اللي كانت يوما ما رسالة كبيرة جدا جدا للعالم العربي والعالم كله اجمع منذ قديم الازل. والفن المصري له دور وله رسالة، والرسالة مش عارف بدأت تختفي، مش عشان الساحل الشمالي او غيره، لا، ممكن يكون من الجيل الجديد اللي طالع من الفنانين اللي بدأوا يلعبوا على لغة السوشيال ميديا. يعني مثلا واحد ذو محتوى كبير على السوشيال ميديا، محتوى كبير جدا جدا، عشان يعمل فيديو يتفرج عليه 500,000. لما يطلع حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وموزة ومش عارف وعنبة ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين، وتلاقي 4 مليون 20 مليون 50 مليون. طبعا هم حرين، ولكن في النهاية ده مش الفن المصري، ولا هي الرسالة المصرية اللي قدمها الفن المصري. الفن المصري من أيام الاحتلال كان عنده رسالة كبيرة جدا، إذا كان تمثيل أو طرب، إذا كان شعر، إذا كان تأليف أغاني، تأليف مسلسلات. احنا بلد رائدة، بلد كبيرة، بلد قوية، بلد طول عمرنا اتربينا واتخلقنا ان مصر عندها رسالة، اذا كانت رسالة قومية، رسالة عربية، رسالة سياسية. بلد المفروض ان ما يكونش الحكومة فقط لغير اللي عليها اللوم، ولكن اللي حوالين الناس اللي موجودين. يعني مثلا مصممين الحفلات في الساحل بتكسبوا ملايين، بس حافظوا على الذوق المصري، حافظوا على الحياة المصرية، حافظوا على الشكل المصري والتربية المصرية اللي هي يوما ما كانت تدرس. انما بسببكم انتوا في الوقت الحالي احنا بقينا مرتع للحفلات اللي هي المائجة والصارخة والصاخبة، وناس كتير جدا بتنتظر فيديو ولا 2 ولا 3 و4 عشان تتفرج على مين ولا على سين ولا صاد ولا عين، مين اللي بيرقص معاه. فالموضوع مش موضوع راغب تم ايقافه، ولكن على نقيب المهنة الممثلين ونقيب الاعلاميين ان هو يشوف مين اللي كانوا موجودين على الستيج ويتم التحقيق معاهم، وكمان ايقافهم عن العمل حتى ولو لفتره، مزاوله المهنه يعني. لان بصراحه اي شخصيه عامه لازم يتحمل اخطائه، والاخطاء دي
اذا كانت هتنسب لينا احنا فطبعا لا، انا مش عايز. ده الجزء الثاني، اتمنى من مصطفى كامل صديقي العزيز ونقيب المهنه الموسيقيه، زي ما خد قرار فوري بايقاف حفلات راغب علامه، ياخد قرار فوري بايقاف احمد سعد وحفلات احمد سعد. لما تيجي تتكلم على احمد سعد، فنان ومطرب رائع، لابس لي جيبه، هو ده الذوق المصري، هو ده الشباب المصري، هو دي الرساله اللي بنقدمها بالنسبه للشباب المصري والاسر المصريه. لابس جيبه، ضروري كانت لابسه احسن منه. فبالتالي زي ما تم ايقاف عشان العدل يكون موجود بين الناس كلها، زي ما تم ايقاف راغب علامه، لابد من التحقيق مع احمد سعد وايقاف احمد سعد. ليه؟ لما تيجي تعمل رساله واثنين وثلاثه واربعه كنقيب مهنه موسيقيه، اعتقد ان كل الناس هتحترم نفسها. الجزء الثالث، اتمنى من كل قلبي ان الناس المتواجدين في الساحل الشمالي، المسؤوليه مش مسؤوليه دوله، مسؤوليتنا احنا كمان. لازم نحافظ على البلد ديت، لازم نحافظ على هويتها، لازم نرجع كمان ان مصر في يوم من الايام كانت من الدول اللي تدرس على مستوى العالم العربي في كل شيء، دينيا، فنيا، سياسيا، قوميا، عربيا، كل شيء. وبالتالي اتمنى من كل قلبي ان اعطاء التصريحات ايه بس، تصريحات ايه؟ تصريح لمقيم الحفلات اللي بيتربحوا من وراها ملايين الملايين، وما يحافظش على الهوية المصرية ولا الذوق المصري ولا الحياة المصرية، ويخدش حياء كل الناس. ومحدش يجي يقول لي محدش يتفرج على السوشيال ميديا، مش هنقدر. ولادنا والعالم كله بيتفرج على السوشيال ميديا. ده احنا السوشيال ميديا او النت اتقطع 5-6 ساعات، الدنيا كلها باظت وخسرنا ملايين الملايين. فما حدش يقول لي ما تتفرجش على السوشيال ميديا او اقلب القناه او اقلب الفيديو بيطلع لك كل 3 ثواني، وهم متعمدين يطلعوه ليه ما اعرفش. بالتالي رسالتي نقيب المهنه الموسيقيه مع احمد سعد عشان موضوع الجيبه. ثانيا نقيب الفنانين اشرف زكي عشان موضوع ساندي. نقيب الاعلاميين علشان مش فاكر اسمها يا رب، اللي كانت طالعه بترقص برضه. غير ان لازم يكون في العدل ما بين الفنانين وما بعضها. اخر نقطه وهي اعطاء التصاريح للحفلات، ولا بد ان يكون هناك رقابه مشدده من المصنفات، لان المصنفات ممكن تجي لي البيت عشان انا مشغل حاجه غلط او مشغل مش عارف في كافيه من الكافيهات. انما لما تروح حفله زي دي، لا طبعا لازم يكون في رقابه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بالنسبه للمصنفات. هو ده الرساله اللي المفروض تتقدم للشارع المصري وللبيت المصري وللاسره المصريه، اللي هي يوما ما وستظل رائده في كل شيء، وستظل سياستها او لها سياسه بدءا من رئيس الجمهورية لأقل واحد موجود، وهي إزاي نحافظ على هوية الدولة المصرية. تحياتي وإلى اللقاء.